اهلا بيكم في فيديو جديد. وصفة النهاردة بالبرتقال. بما ان احنا بقى في موسم البرتقال والبرتقال دلوقتي موجود عندنا في كل بيت، تعالوا نستغله ونعمل بيه وصفة حلوة جدا، بسيطة وسهلة وكمان طعمها حلو قوي. متأكدة كمان ان انتوا هتعملوها وتحتفظوا بالوصفة دي لرمضان عشان تعملوها كتير في رمضان. يلا نسمي الله ونبدأ مع بعض الفيديو. اول حاجة معايا كوبايتين من عصير البرتقال. ده برتقال بلدي انا عصرته كويس وصفيته. هضيف عليهم 3 معالق كبار من السكر. تقدروا طبعا تضيفوا اكتر حسب الرغبة او اقل براحتكم جدا. كمان هضيف عليهم 3 معالق كبار من النشا. هقلبهم بقى كويس جدا مع بعض، وبعد كده هشغل عليهم النار. هنفضل بقى نقلب ونحرك كده فيهم كويس جدا، وما تسيبوهوش عشان ما يكلكعش منكم. وبعد كده هتلاقوه يعني في ثواني تقل معاكم، ما خدش وقت خالص. زي ما انتوا شايفين كده القوام بتاعه تقل وبقى حلو قوي. هفضيه بقى كده في بولة علشان يبرد، وبعد كده نشتغل في باقي المكونات الوصفة بتاعتنا. ما تدخلوهوش التلاجة على طول وهو سخن، سيبوه بس يهدى بره شوية، احنا كمان جو ساقعة، الحاجة بتبرد بسرعة فمش هتاخد معاكم وقت ان شاء الله. هغطيه كده بكيس بلاستيك علشان مش عايزة يعمل وش كده ويعمل قشرة، ممكن واحنا بنقلب بعد كده تكلكل معانا فاحنا مش محتاجينها. غطيته كويس وبعد كده هسيبه يهدى وادخله التلاجة، او ممكن كمان لو مستعجلين دخلوه الفريزر على طول، مش هياخد معاكم وقت. معايا كمان نص كوباية من الكريم شانتيه، ومعايا نص كوباية من المية. طبعا لو حابين تستبدلوا المية باللبن فبراحتكم جدا، اهم حاجة بس المية واللبن يكونوا ساقعين. بعد كده هبدأ بقى ان انا هنزل بالمية بالتدريج، مش بحب انزل بيها مرة واحدة علشان خاطر اوقات كتير بلاقي انواع كتير من كريم شانتيه، حاجات بتبقى محتاجة مية كتير واوقات تانية لا. فعلشان ما يبص منكم، خصوصا لو انتوا مثلا ما عندكوش الكمية دي، فانزلوا بيها بالتدريج هتظبط معاكم كويس قوي. بعد ما تقل كده معايا وبقى بالقوام ده، نزلت بقى عليه بالبودنج او مهلبية البرتقال اللي احنا عملناها. طبعا بعد ما سيبناها في التلاجة تبقى ساقعة جدا، ما ينفعش خالص ننزل عليها وهي سخن، هتلاقوا الكريمة كده بقت مية وما بقتش حلوة والوصفة باظت، فلازم يكون ساقعة جدا. هقلبها كده بالشكل ده لحد ما اخلص كل الكمية اللي معايا. وصفة بسيطة وسهلة جدا زي ما انتوا شايفين، يعني مش مكلفة خالص، وكمان في نفس الوقت تحضيرها سهل وبسيط، ما بياخدش معاكم اي مجهود خالص. فاحتفظوا بقى بالوصفة دي عشان تعملوها في رمضان، هتحتاجوها كتير. فبجد من كتر حلاوتها، وعايزة اقول لكم الموس اللي احنا عملناه بتاع البرتقال ده خطير، الناس اللي بتحب البرتقال هتحبه جدا. خلصنا بقى، تعالوا بقى نسيبها على جنب او نسيبها في التلاجة احسن، احنا كده كده في ساعة بس سيبوها في التلاجة. نعمل بقى الطبقة الأخيرة، وهي عبارة عن كوباية من عصير برتقال برضو الفريش، وصفيته كويس وحطيت عليه معلقة كبيرة من السكر ومعلقتين كبار من النشا. دي بقى الطبقة الأخيرة اللي هنعملها، يعني أنا زودت النشا فيها شوية عشان تبقى تقيلة. الطبقة دي انتوا ممكن تحضروها مع الطبقة الأولانية، يبقى الاتنين كده على النار، وتقدروا ان انتوا تحضروها بحيث ان الاتنين يبردوا ويسقعوا مع بعض، علشان لما نيجي بقى نحضر الوصفة بتاعتنا يبقى كل المكونات معانا جاهزة، ما نستناش بقى حاجة تانية تبرد فهتبقى وتعطلنا. فعشان احنا كده محتاجين نعمل وصفة سريعة وتبقى بسيطة، فما توقفناش كتير في المطبخ. فحاولوا ان انتوا تسهلوا على نفسكم شوية. ضفت في الاول كده في كوباية بسكويت وكسرته، وبعد كده ضفنا طبقة الموس البرتقال اللي احنا عملناها، وبظهر المعلقة كده انا نزلت الموس دوت علشان خاطر ينزل في الفراغات بتاعة البسكوت. خلصت كل الكوبايات بتاعتي، وبعد كده هضيف عليها بقى الطبقة الأخيرة اللي احنا عملناها. طبعا هي سقعت وتمام، هضيفها بقى عليها. تقدروا على فكرة تعملوه في طاجن او تعملوه في بايركس، هيبقى حلو جدا برضو، وممكن في كوبايات كده زي ما انا عاملة. خلصت كده كل الكمية، هنسويهم بقى كويس عشان يبقى شكلهم منسق كده وشكلهم حلو. زينوها بقى بالطريقة اللي انتوا عايزينها.
انا كان عندي جوز هند وشرايح برتقان، زينتها كده بالطريقة دي، شكلها كان في منتهى الجمال. متأكدة ان انا فتحت نفسكوا عليها. يلا لو عندكم برتقان قوموا جربوها حالا. يا رب النهاردة يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. هستنى بقى اللايك الحلو بتاعكم والكومنت. متنسوش كمان تعملوا سبسكرايب لو انتوا اول مرة تشوفوني، وفعلوا الجرس علشان تشوفوا كل الفيديوهات بتاعتي الجديدة. شكرا جدا واشوفكم على خير.